قبل ما نبدأ، في قائد عسكري عربي مصري واحد بس قدر يغير قانون الحرب ويكسر أقوى جيش في المنطقة في الشرق الأوسط. إنجازاته بعد 1973 اتعلمتها جيوش عربية كاملة من غير ما حد يعرف اسمه. النهاردة هحكي لك حكاية العقل اللي اتخبى عن التاريخ، ولو ركزت يمكن تعرف مين هو القائد العسكري اللي لو عرفته هتفهم ليه بعد منه اتغير شكل القوة في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير ومع فيديو جديد من فيديوهات شخصيات لا تاريخ. بس قبل ما نبدأ لازم بنحيي القنوات الأجنبية اللي شاركونا في التعليقات على الفيديو اللي فات. ما يلا بينا نشوفهم هم مين. يلا بينا. وجه ميعادنا دلوقتي مع حل فزورة الفيديو اللي فات. كانت شخصية الفيديو اللي فات هو الفنان الراحل المبدع الجميل عبد الفتاح الأسري. كان فنان، أقول لكم إيه، نورماندي 2 ويا صفايح الزبدة السايحة. هو ده كان حل شخصيتنا بتاعت الفيديو اللي فات. نشوف اخواتنا قالوا ايه في التعليقات. عندي قناة سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام، قالت كالعادة أطيب خلق الله، برنس بيت العيلة الكبير، محبوب الملايين. دي جديدة. ربنا يعزك ويخبرك فيك. بتقول تحياتي لأهل بيت العيلة الكبير، وقالت إنه الفنان نجيب الريحاني. هارد لك يوتيوبر سهام، أديك عرفت الحل. عندي قناة أكلات إنعام الدسوقي، يوتيوبر إنعام، قالت عبد الفتاح الأسري. عندي قناة ظهور الورد جولات، يوتيوبر. عندي قناة ظهور الورد جولات، يوتيوبر منال، قالت عبد الفتاح الأسري وقالت فقد بصره. وكان قال لإسماعيل ياسين خلي أختي تيجي تاخدني. معلومة جديدة. قناة مطبخ غير حياتي، يوتيوبر مطبخ غير حياتي، قالت عبد الفتاح الأسري. قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى، قالت عبد الفتاح الأسري، واتولد في 15 ابريل سنة 1897 وتوفي في 8 مارس 1964. وقالت ان المواقف دي كانت في فيلم ابن حميدو. نورماندي 2. عندي قناة رحمة الرحمن، يوتيوبر رحمة الرحمن، قالت في التعليق الاولاني قالت نجيب الريحاني، رجع بعد كده في التعليق الثاني وما رضتش تشطب التعليق الاولاني. ربي يعزك. التعليق الثاني قالت عبد الفتاح الاسري وفيلم ابن حميدو. قناه ويبقى الاثر مع محمد والهام، يوتيوبر محمد والهام، قال ربنا يرحمه الفنان الجميل عبد الفتاح الاسري. قناه احمد فضل، يوتيوبر احمد فضل، قال اسم شخصيه اليوم عبد الفتاح الاسري، ولد في حي الجماليه، احنا قلنا باب الشعريه، في القاهرة. والده كان جواهرجي واتعلم في مدرسة الفرير الفرنسية، وما كملش تعليمه لحبه للفن والتمثيل، وزوجته اتخلت عنه واتطلقت واتجوزت من شاب كان عبد الفتاح الأسرة بيعطف عليه ويحن عليه، وطبعا خذله في الآخر، وزوجته خدت ثروته واتجوزت الشاب اللي كان بيعطف عليه عبد الفتاح الأسرة. يعني الدنيا لخبطت معاه من الآخر. عندي قناه كلام ميديا، يوتيوبر كلام ميديا، بتقول عبد الفتاح الاسري اللي اكتشفه نجيب الريحاني، و سبب نهايته زوجته الرابعه وهي كانت بنت صغيره، ولما فقد بصره استولت على ثروته واتجوزت من الولد اللي كان بيعطف عليه عبد الفتاح الاسري، ومحدش وقف معاه في محنته الا اخته ونجوى سالم وماري منيب. ربنا يعزك على المعلومات دي. عندي قناه مطبخ فاطمه حبيب، يوتيوبر فاطمه، قالت عبد الفتاح الاسري وكان في مشهد مع اسماعيل ياسين على المسرح وهو قال انا مش شايف، الجمهور فكروا جزء من مشهد في المسرحيه. طبعا لما فقد بصره زوجته باعته وطلبت الطلاق وخدت كل ثروته. عندي قناه كروشيه ويوميات ام عبده، قالت عبد الفتاح الاسري من اشهر نجوم الكوميديا في العصر الذهبي، صاحب شخصيه ابن البلد وعباره انا الجدع عبد المتجدد يا مغاوري. انا اول مره اسمع الجمله دي. ربي يعزك يوتيوبر ام عبده. عندي قناه هيفاء لافي، يوتيوبر هيفاء لافي، قالت في الاول قالت عادل امام وبعدين رجعت قالت عبد الفتاح الاسري. عندي قناه مطبخي جنه نونو، يوتيوبر مش مطبخي، انا اسف، مطعمي جنه نونو، مطعمي جنه نونو، يوتيوبر مطعمي جنه نونو، قالت عبد الفتاح الاسري صاحب الجمله الشهيره يا صفايح الزبده السايحه وبتضحك ربي يدوم ضحكتك على طول. دخل التمثيل في وقت كان فيه التمثيل عار، كانوا بيقولوا عليهم مش خاصتيه. اهله استعاروا منه وبعدوا عنه واصيب بالعمى، اهم اعماله فتافيت السكر. عندي قناه بنت الهلالي، قالت اسماعيل ياسين.
عندي قناه مروه فتحي بنت عز، يوتيوبر مروه بتقول سؤال جميل جدا وسهل، هو عبد الفتاح الاسري. يوتيوبر مروه دي منك ليها معنى تاني كبير جدا. يوتيوبر مروه، يوتيوبر مروه، يوتيوبر مروه، مبسوطه يا مروه؟ استفدنا كتير حتى من كل ناسين، ولما بنحل معاك كلنا بنفتكر. ربي يعزك. يوتيوبر حنان محمد، قناه حنان محمد بتقول عبد الفتاح الاسري. قناه البرنسيسه ايه محمود، يوتيوبر ايه، قالت عبد الفتاح الاسري شخصيه جميله جدا. عندي قناه بلاشر، يوتيوبر بلاشر قالت نجيب الريحاني. عندي قناه مصطفى صادق، قناه اتعلم، يوتيوبر مصطفى قال الله يرحمه ويغفر له ويرضى عنه. مين؟ ما عرفتش هو يقصد مين. عندي قناه اكلات ميرو، يوتيوبر ميرو بتقول محتوى جميل وسرد للشخصيات بطريقه راقيه. ربي يعزك ويكبر بخاطرك. عندي قناه نونا كيتشن، يوتيوبر حنان احمد قالت محتواك روعه بجد. دي التعليقات اللي بتحفزني وبتخليني ادي اكتر واكتر. عندي قناه حياه شيري، يوتيوبر شيري قالت عبد الفتاح الاسري وقالت الفيديو حلو قوي بجد، ودي حاجه تبسطني ان الفيديو عجب حضرتك. عندي قناه عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى من المغرب قال نجيب الريحاني الاسري، وقالت اخته كانت عايشه في حي الشرابيه، وهم كانوا هم عيال كانوا بيروحوا لها عشان يتفرجوا على الصور بتاعه عبد الفتاح الاسري. قناه خواطر حنان، يوتيوبر حنان ابراهيم قالت محتواك جميل ومميز، ربي يبارك فيكي، وقالت عبد الفتاح الاسري. عندي بقى القناه الاجنبيه، صديقنا قال كوازي شاهين قال من المحزن ان نتعلم الحقيقه وراء شخص جلب الكثير من الفرح، ألم صامت مخفي وراء الضحك لا ينتهي. انا مبسوط جدا ان في قنوات اجنبيه بتعلق على الفيديوهات بتاعتنا، وربي يبارك فيكم. ومش بيعلق كده، لا ده بيعلق في صلب الموضوع، ودي حاجه كويسه وكلنا بنفتخر بيها. و يلا بينا نشوف اللي حلوا الحل الصحيح، واللي حاولوا واجتهدوا والحظ ما حلفهمش، هنشوفوا كل دول مع بعض. يلا بينا. وجه ميعادنا مع شخصية النهاردة اللي أتمنى إنكم تعرفوها، وإن شاء الله هتعرفوها. شخصيتنا النهاردة شخصية عسكرية مصرية عربية، قائد ما يتكررش كل 100 سنة، عقل عسكري شجاع، ومن الناس اللي لما بتيجي تدخل أي معركة الكل يقف له احترام. اتولد في قرية بسيطة في محافظة الغربية سنة 1922. شاب هادي لكن كان عنده حلم كبير يكون واحد من أهم رجال الجيش المصري. دخل الكلية الحربية سنة 1943 وبدأ يثبت نفسه بدري، وشارك في حرب 48، وبعدها بسنين أسس أول فرقة مظلات في العالم العربي. راجل عاش معارك صعبة، حرب اليمن، إعادة بناء الجيش المصري بعد 67. بس المفاجأة الكبيرة إنه كان العقل اللي حط خطة واحدة من أعظم المعارك في تاريخ مصر والعرب، الخطة اللي كسرت المستحيل واللي العدو نفسه ما كانش مصدق إنها ممكن تنجح. شخصية صريحة، مش بيخاف، بيقول الحق حتى لو دفع ثمنه، واسمه النهارده بيتقال باحترام شديد. شخصيه لما تسمع حكايتها وقصتها هتفهم ليه التاريخ بيخبي الابطال الحقيقيين. كان صاحب قرار سريع وعنده قدره غريبه انه يقرا الموقف قبل اي حد. سنه 1954 حصل التحول الكبير، اختاروه عشان ياسس وحده جديده تماما، وحده ما كانتش موجوده في العالم العربي كله قبل كده. الوحده اللي بقت قلب القوات الخاصة بعد كده، اللي هي قوات المظلات. قدر يبني فريق من الجنود المدربين تدريب مختلف، سرعة، مرونة، مفاجأة. ده كان تفكير بره الصندوق. في الستينيات اتبعتت القوات المصرية لليمن، حيث الجبال والطرق الوعرة والطبيعة القاسية كانت مدرسة عسكرية حقيقية. لكن بطلنا ما اشتكاش، اتعلم ازاي يقاتل في اي ظروف، في اصعب الظروف، ازاي يتحرك بخفه وازاي يقود رجاله في ارض مش ارضه. وسنه 1967 حصلت النكسه،
اللي كلنا عارفينها. الجيش محتاج يتبني من جديد، الثقة لازم ترجع، والقادة لازم يكونوا حقيقيين. وقتها نجم شخصيتنا، الشخصية الغامضة بتاعتنا، بدأ يبان أكتر. ساعد في إعادة تنظيم الجيش ورفع الروح المعنوية، وكان دايما يقول المعركة بتبدأ أول يوم تدريب مش أول يوم حرب. بطلنا النهارده كان شايف ان السر الحقيقي لاي نصر هو الاعداد. كان بيهتم بالتفاصيل الصغيره اللي غيره ممكن يهملها، وكان عنده يقين ان الحرب جايه وانه لازم يكون كل واحد مستعد وكل جندي لازم يكون جاهز. وتيجي اللحظه اللي مستنيينها، 1973، الحرب اللي غيرت تاريخ الشرق الاوسط كله. قائدنا كان وقتها رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، يعني العقل اللي بيرسم الخطة واللي كل خطوة في الحرب ماشية على تصوره. اختار أماكن معينة لعبور القناة، أماكن فيها نقاط ضعف، وقدر يعمل مفاجأة مستحيلة. كل تحركات الجيش كانت سرية. العدو كان فاكر إن مفيش حرب، لكن دماغ شخصيتنا كانت بتغلي خطة بخطة. استخدم طرق مبتكرة، مش تكتيك تقليدي. ده تفكير عبقري خلى خط دفاع عالمي ينهار في ساعات. بعد العبور كان هدفه يحافظ على المكاسب، يثبت القوات، ويمنع أي هجوم مضاد. بعد الحرب حصلت خلافات سياسية كبيرة، لكن شخصيتنا اللي بنحكي عنها النهاردة كان عنده مبدأ إنه يقول الحق حتى لو دفع ثمنه. توفي عام 2011، لكن اسمه فضل في تاريخ مصر والعالم العربي. هو قائد، مفكر، عبقري، عسكري، رجل ما يعرفش كلمة خوف. بعد حرب 73 شخصيتنا ما كانش مجرد قائد عسكري، لكنه أصبح مرجع عسكري عربي، وتأثيره امتد لبره مصر. نقل مفهوم القتال الهجومي بدل الدفاعي، وأثبت أن الهجوم المخطط ممكن يكسب جيش أقوى تسليح. تأكيد مفهوم السرية والمفاجأة العسكرية، الأفكار اللي استخدمها اتدرست بعد كده في دول عربية كتير، لأن عنصر المفاجأة كان سبب رئيسي في النجاح. نشر خبرته وخططه في الدول العربية، أبرزها الجزائر ودول الخليج، وعمل على تأسيس الفكر الحديث للقوات الخاصة العربية، كونه مؤسس أول قوات مظلات عربية. كتبه العسكرية أصبحت بتدرس وأصبحت منهج تدريبي للعرب. سؤالنا دلوقتي، مين شخصيتنا دي؟ اكتب اسم القائد في التعليقات ونشوف مين هيحل صح. أنا واثق إن كلكم عرفتوه. أشوفكم في فيديو تاني من فيديوهات شخصيات لا تاريخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.